ازيكم؟ ده هيبقى فيديو الاسئله يا جماعه. عارف ان انا اتاخرت عليكم شويه في الفيديو ده، بس كان في كذا فيديو اصلا قبل كده متصورين وخلصت المونتاج بتاعهم فرفعتهم على اليوتيوب. فضلت بقى اكسل والحاجات دي، بس ان شاء الله يعني خلاص الفيديو قرب. يا دوب يعني هصور الفيديو وهمنتجه في نفس اليوم تقريبا او تاني يوم مثلا. للناس الجداد اللي لسه اول مره تشوف فيديو الاسئله هيكون مختلف عن اي فيديو بينزل على القناه، يعني كنوع من التغيير كده علشان الناس ما تزهقش. فيديو الاسئله هيبقى عباره عن فيلوج بسيط كده وانا رايح المكان اللي هنصور فيه. بنصور كل مره في مكان مختلف، يعني لو حد عنده مكان مثلا نروح نصور فيه يكتب لي في الكومنتات تحت عادي، ولو مفيش بقى اختار انا بقى المكان حسب، يعني هي بتيجي صدف كده. يعني انا اصلا كنت جاي من السفر امبارح فلقيت المكان اللي احنا رايحينه النهارده شفته كده فقلت يمكن نروح نجرب نصور فيه، عجبني. وبالمناسبه مبدئيا كده اللي هيعرف المكان اللي انا رايحه النهارده ليه جايزه، مش هقول اسمه بس ليه جايزه، لان صعب جدا جدا حد يعرف المكان ده. المهم انا حاليا جاهز بقى الشنط والكاميرا والمايك والحاجات بتاعتي وكده. الترايبود مش معايا المره دي، وفي واحد صاحبي هيقابلني بيه هناك في المكان اللي احنا هنصور فيه، فده طبعا ده هيبقى يعني هيخف عني شويه في الفيلوج وانا بصور لانه هو بيبقى تقيل جدا. هحاول برضه اخدكم معايا على قد ما اقدر. يلا بينا. طيب يا جماعه احنا خرجت من البيت اهو. انا دلوقتي هروح اركب هايبر كالعاده يعني، واركب بقى من هناك اي عربيات توديني المكان اللي انا نازله. انا عارف يعني المكان اللي انا هنزله بس شفته هناك. نزلت في الطريق يا جماعه للاسف. المفروض ان انا اكمل هايبر عادي زي اي حد راكب، بس انا نسيت فلوسي زي ما شاء الله يعني. انا مفكر ان الفلوس معايا في الشنطه او في جيبي عادي، اكتشفت ان هي مش معايا. انا في العربيه دوب كان معايا فلوس المواصلات، فلوس بسيطه جدا. فانا نزلت حاليا بقى علشان اسحب فلوس من البنك وكده. انا خلاص سحبت الفلوس من البنك وراجع. هركب بقى هايبر تاني، بعد كده اركب من هايبر بقى المكان اللي انا رايحه. واقف من حوالي ربع ساعة بستنى عربية. انا مش عارف بصراحة هو ده المكان اللي انا بركب منه اصلا ولا لا. انا اصلا نازل في الطريق كلها رايحة كده، المفروض ان انا اصلا رايح كده برضه اوقف عربيات مش حد عاوز يقف. هو تقريبا محدش بيركب من هنا، انا مش عارف بصراحة. شكلي كده هكمل بقية حياتي هنا. ايه ده؟ ايه دي السخافة دي؟ والله ما عارف، انا واقف بقالي كتير، واقف بقالي نص ساعة مش لاقي اي عربية. حتى طلبت اوبر قال لي عربية قدامها بيقول لي 59 دقيقة وحاجات كده، ما تفهمش. انا المكان عادي عموما يعني في عربيات، ما هوش مكان مقطوع يعني. 59 دقيقة في اوبر ومفيش عربيات عاوز تعدي. طلبت اوبر يا جماعة، واخيرا كل شوية اعمل ريفرش على العربيات لحد ما جالي عربية قدامها 9 دقايق او 10 دقايق يعني. ساين كان يعني اهو اديني مستني بقى اما نشوف. طيب انا مش عارف بصراحه الصوت هيبقى عامل عندكم ازاي، بس انا برضه حاولت على قد ما اقدر. هنبدا الاول بالاسئله اللي عندي على البيج بتاع الفيس. السؤال الاول من حسين هلال بيقول لي اولا ربنا يوفقك في مجالك، لان الكل مجتهد نصيب وانت بتتعب وبتجتهد عشان تتميز وتنجح، ربنا يعينك. ثانيا سؤالي ليك هو تحديث الهواوي ميت 8 الى الاندرويد نوجت هيكون امتى؟ وشكرا لحضرتك وبالتوفيق وشكرا. حبيبي يا حسين، والله شكرا على التشجيع يعني. ان شاء الله يعني تحديث الاندرويد نوجت للميت 8 هيبقى في الوقت قريب، يعني مثلا خلال مثلا
النص الاول من 2017 على ما اعتقد يعني. ممكن ينزل قبل كده لكن بتهيألي مش هيتأخر عن كده. السؤال بعده من هبة فريد بتقول لي ايه احسن موبايل في رينج من 4000 ل 5000 او 6000؟ ده اخرها يعني. تمام، هي بتقول ان ده اخر يعني. تمام، احسن موبايل في فئة ال 4000 هو هيكون الشاومي ريدمي نوت 3 برو. ده تقريبا اقل من 4000 بشويه، لكن هو اداؤه ممتاز جدا، احسن من موبايلات كتير اعلى من 4000 كمان. اما بالنسبه لفئه ال 5000 فطبعا هيكون الشاومي مي ماكس. لكن الشاومي مي ماكس حجم الشاشه بتاعته 6.2 انش تقريبا، فممكن ما يناسبش بعض الناس يعني. لكن لو مش فارقه معاكي حوار الشاشه فده هيكون انسب خيار ليكي. اما بالنسبه ل 6000 جنيه موجود طبعا الواوي بي 9، او ممكن تستني الواوي بي 10 هيتعلن عنه في خلال الشهور اللي جايه يعني. ممكن ينزل في الرينج ده لو نزل مصر او ازيد بشويه. لكن الواوي بي 9 موبايل ممتاز جدا جدا. ممكن برضو حاجه زي التكنو فانتوم 6 بلس، برضو موبايل الى حد ما كويس وبالسعر في الرينج ده. السؤال اللي بعده من محمد الشاذلي بيقول لي ازيك يا عبد الله، كنت عايز اعرف انهي افضل بين الموبايلين، ال جي جي 4 ولا سامسونج اي 5 2016؟ انا شايف ال جي احسن، بس اخويا مش مقتنع، يا ريت تقول لي رايك وشكرا ليك. طيب بص، هو ال جي جي 4 فعلا هو هيكون افضل من الاي 5 بكتير على ما اظن. الشاشه افضل والكاميرا افضل والسوفت وير تقريبا احسن من سوفت وير سامسونج بالنسبه لي يعني. لكن برضو الاي 5 مش وحش، لكن انا شايف ان سعره مبالغ عليه شويه يعني. انا برشح لك بصراحه ال جي جي 5 يعني. السؤال اللي بعده من مؤمن الكينج بيقول لي اولا حابب اشكرك لانك جاوبت على سؤالي في الفيديو الاسئله، وبالتوفيق يا رب تنجح. السؤال الاول، عندك كام سنه؟ انا في يوم 25 يناير اللي جاي ده كنت ميت 18 سنه ان شاء الله يعني. وبيقول لي السؤال الثاني، مين احسن يوتيوبرز عربيين بتحبهم؟ طيب خلينا نجاوب على سؤال بسؤال يا مؤمن. احسن يوتيوبرز عربيين بحبهم هو طبعا احمد باريكي. طبعا ده من اوائل الناس اللي تابعتها في حياتي يعني، هو من اكتر الناس اللي شجعتني اصلا ان انا ابدا في المجال ده يعني. في حاجه تانية زي ماب التقني برضو يعني ما شاء الله عليه، يعني تحس ان هو مجتهد في نفسه كده، مش علاقه بحد تاني وشغله يعني حاجه مختلفه كده. في برضه صلاح حامد، وفي ناس يعني في ناس يوتيوبرز كتير عربيين مجتهدين جدا. لكن غير اللي في مصر طبعا يعني، اللي في مصر اليوتيوبرز المصريين كلهم في المجال بتاعي طبعا كلهم حبايبي يعني. بس بصراحه من رايي افضل يوتيوبرز عربي تقني احمد باريكي من رايي يعني. هو يمكن اليومين دول مستواه نازل شويه، لكن ده من رايي احسن يوتيوبرز عربي. السؤال الثالث من مؤمن بيقول لي ايه طموحاتك في اليوتيوب، وايه الحاجات اللي نفسك تشتريها عشان تساعدك في التصوير؟ واسف جدا جدا على تطويل السؤال، واستمر يا بطل. طيب السؤال ده تحس ان هو حلو كده ومختلف شويه عن الاسئله التانية يعني، بس قشطه يعني. هو الحاجات اللي انا عاوزها طبعا محتاج بادي غير اللي معايا، ويعني ككل محتاج كاميرا غير اللي معايا، واحاول طبعا ان انا اجيب سوفت بوكس واضاءه افضل يعني. طبعا في تطور القناه، في تطور كل ما اكيد يبقى في دعم منكم اكيد ان انا هقدر ان انا اطور المحتوى بتاع القناه يعني. لكن الحاجات اللي نفسي فيها اول حاجه ان انا اغير البادي او الكاميرا اللي معايا، علشان في اوضاع تصوير مثلا في الفيديوهات وكده ببقى عاوز اعملها وما بقدرش اعمل. بس يا ريت ان انا اكون قدرت اجاوب على سؤالك يا مؤمن زي ما انت عاوز. السؤال الثالث من مدحت صالح بيقول لي معايا موبايل سامسونج جراند بيهنج كتير وعملت له ضبط مصنع، بس نفس المشكله موجوده برضه، ممكن الحل؟ ملاحظه الموبايل حالته كويسه وما يهنكش غير مع الفيس والماسنجر هما اللي عاملين المشكله، وشكرا. طيب بص يا مدحت، الموبايل السامسونج جراند ما تتوقعش منه الاداء الخرافي يعني بالنسبه لسعره. ما تتوقعش الاداء الخرافي خالص. اصلا سامسونج الموبايلات اللي هي اقل القليله او الموبايلات اللي هي المتوسطه المفروض ادائها الى حد ما مش كويس يعني، من السيء للجيد، فاهم؟ لكن انت لو انت الموبايل كان شغال معاك الاول اصلا كويس، بعد كده بدا يهنج، فانت هتضطر تعمله فورميت يمسح كل حاجه اللي عليه، بعد كده تبدا من الاول وجديد. على ما اعتقد ممكن يحسن شويه فض الرام والحاجات دي. لكن لو هو بيهنج اصلا من اول ما جاي، يبقى ده هو يعني ده اكتر حاجه بيقدر يعملها وده اللي بيقدر يشغله. وعموما الفيسبوك والماسنجر على الواجهه بتاعه التاتش ويز بتاع سامسونج بيبقوا تقال جدا جدا. اتمنى ان انا اكون قدرت يعني اجاوب على سؤالك يا مدحت. السؤال اللي بعده جاي لنا شويه اسئله كتار المره دي. طيب السؤال اللي بعده من محمد عمرو بيقول لي انا بحب فيديوهاتك جدا ومتابعها، الله يوفقك، وعاوز اعرف ايه رايك في لينوفو فايب اكس 3.
اولا شكرا يا محمد على التشجيع حبيبي والله. بالنسبه لللينوفو فايب اكس 3 موبايل من رايي ممتاز جدا جدا بالنسبه للسعر بتاعه، لكن هو قديم شويه يعني، والمشكله اللي فيه ان هو اندرويد لولي بوب، ولو حتى اتحدث لمارشميلو فما تعتقدش ان هو هيتحدث لاندرويد نوجت. لكن الموبايل ككل 21 ميجا كاميرا خلفيه وشاشه كويسه جدا. هي استحواذها من الحجم كل الموبايل مش كبير قوي، حوالي 70% تقريبا، لكن الى حد ما مقبوله. الريزولوشن بتاعه كويس جدا، البطاريه كويسه. بنصحك تجيب النسخه ال 64 جيجا مع 3 جيجا رام، دي هتبقى كويسه جدا. وعليه طبقه حمايه. موبايل ككل كويس جدا، لكن زي ما قلت لك هو قديم نسبيا يعني. بالنسبه للسؤال اللي بعده من ابو زين، بيقول لي يمكن مشكله شاومي ريدمي نوت 3 او اي موبايل من شركه شاومي عدم توفر قطع غيار في معظم محافظات مصر، هل اللينوفو فايب بي 1 بديل حلو ولا لا؟ وبيستخدم هاشتاج جاوب يا عبد الله. بص انا عاوز بس اقول لكم حاجه في يعني قبل ما اجاوب على السؤال، معلش، ان الهاشتاج جاوب يا عبد الله انا مش قصدي ان انتوا تعملوه في الكومنتس، فاهمين؟ اللي هو انت ممكن تعمله في بوست على البيج بتاعتك او على البروفايل بتاعتك عادي جدا، وانا هدخل على الهاشتاج وهلاقي البوست، فاهم؟ وهلاقي السؤال، او على تويتر مثلا. لكن انت بتجاوب في بوست الاسئله اصلا، فانا كده كده بدخل اشوف يعني في بوست الاسئله، فمالوش لازمه الهاشتاج الا لو هترفع بوست بره البيج يعني. جاوب على سؤالك، انا بفضل الشاومي ريدمي نوت 3 عشان المعالج اعلى، لكن اللينوفو فايب بي 1 موبايل ممتاز جدا جدا. انا كنت برشحه، هسيب لك في الاي فوق اللي هتظهر على اليمين بقى وعلى الشمال ايا كان، هسيب لك الفيديو برشح فيه الافضل موبايلات في الرينج السعر بتاع اللينوفو فايب بي 1، وكنت مرشحه بقوه يعني في الفئه دي. السؤال اللي بعده من محمد عبده، بيقول انا عملت فورميت لجهازي وانا مش فاكر حساب الجيميل عليه وقفل، اللي هو بيقول لي جهازي ال جي في 10، بيقول لي ومش عارف اعمل ايه، وتتبعت خطوات كتير على النت وكده، لكن كلها مختلفه عن الجهاز ده سواء ال جي او سامسونج. ممكن حضرتك تقول لي الحل؟ بص هو الحل ان انت يكون معاك يا اما يكون معاك الاكونت بتاع الجيميل، ده اسلم حل يعني. لو مش معاك بتهيألي ممكن تعملها برقم الموبايل، انت تدخل رقم الموبايل يبعت لك مسج عليه. لو ما ينفعش حاجه زي دي فانت بتروح تعمل له سوفت وير عادي يعني، ممكن تروح لاي محل صيانه تقول له انا عاوز سوفت وير الجهاز ده، ممكن يكون موجود او ممكن لا، او تروح التوكيل بتاع مثلا ال جي تقول له انا عاوز سوفت وير. ده انسب حل، او ان انت بقى تركب تعمل روت وتركب رومات والحاجات دي. لكن بصراحه ما انصحكش بحاجه يعني، هم مش عشان وحشين او الروت بيبوظ الموبايل او الجو ده، لا، ممكن تعملوا سوفت وير اسلم بكتير بدل ما تفضل تلبس بقى في الرومات والحاجات دي. السؤال اللي بعده من مروان عمرو، بيقول لي انا لو جبت تليفون عالي من 2015 هيبقى حلو، وعايز اعرف رايك في الاي 7 2015 اللي هو السامسونج اي 7 2015. طيب لو جبت التليفون عالي اللي هو الفلاج شيب من شركه مثلا من 2015 طبعا هيبقى كويس جدا جدا، وهيبقى احسن موبايلات كتير نازله السنه دي لانها مش فلاج شيب. يعني مثلا الواوي بي 9 لايت مقارب من سعر الواوي بي 9 لانه نازل بعده بكتير، فبنصحك تجيب الموبايل ده. ورأيي في الاي 7 2015 موبايل كويس جدا جدا، كاميرا كويسه وشاشه كويسه وبطاريه كويسه، لكن شايف بصراحه ان سعره مبالغ فيه شويه يعني، ممكن تلاقي بدايل افضل. السؤال اللي بعده من عبده احمد، بيقول لي عايز موبايل في رينج 2000 جنيه والرام بتاعته ما تقلش عن 2 رام. موبايل ب 2000 جنيه و2 رام ممكن يبقى صعب شويه في الوقت الحالي، لكن في عندك اللينوفو كي 6 بلس، الموبايل ده كويس جدا، هو تقريبا ب 2600 جنيه، هتعلي شويه. لكن لو عاوز حاجه ب 2000 جنيه ممكن تشتري مستعمل، تقريبا الواوي بي 8 لايت ده تقريبا هيكون في الرينج ده مستعمل، وممكن تلاقيه جديد كمان في المحلات في الرينج ده يعني. دور في المستعمل هتلاقي حاجات كتير بالرينج ده يعني، 2 رام واعلى كمان. السؤال اللي بعده من منير الماتادور، بيقول لي كيف بدأت قناتك وماذا تنصح انا كمبتدئ قناة تقنية في اليوتيوب؟ النصيحة الوحيدة بصراحة اللي انا بنصحها لك يا منير ان انت تبدأ باللي معاك، يعني ما تقولش لا انا مش هبدأ لما اجيب كاميرا، مش هبدأ لما اجيب اضاءة، مش هبدأ لما اجيب كمبيوتر مواصفاته عالية. ابدأ بأي حاجة معاك، اعمل ايديت على الموبايل، صور بالموبايل، اعمل اضاءة بالإضاءة العادية، هات لمبة وحطها في الأوضة، اي حاجة. لو لقيت فيه اقبال عليك، وبرضه طبعا ما خليش المحتوى سيء قوي لدرجه ان هو ما يتشافش، لا يعني حاول توسطنه وتجيب اكتر حاجه عندك ان انت تخلي المحتوى كويس بالحاجات اللي معاك. لما تلاقي فيه اقبال وفي دعم وفي مثلا سبونسرد او تمويل بيجي لك من اي حته، تبدا تطور من القناه بقى. انا بدات قناتي كده بصراحه، انا كنت بادئ من الصفر، معيش كمبيوتر، مفيش اضاءه، مفيش كاميرا، بدات قناه كده لحد ما الحمد
الحمد لله يعني وصلت للدعم وفي ناس بتدعمني، فبصراحه يا منير ابدا باللي معاك، دي النصيحه اللي انا انصحها لك. السؤال اللي بعده من احمد فهمي بيقول لي جاوب يا عبد الله، انا مش عارف اختار بين الاس 7 والبي 9 بلس، يا ريت تجاوبني. طيب بص يا احمد، هو بصراحه المقارنه كويسه جدا، وايا كان الموبايل اللي هتاخدهم فيه كويس، لكن من رايي سامسونج اس 7 احسن في حاجات كتير جدا، منها الكاميرا، منها الشاشه طبعا، منها ان هو بيشحن شحن سريع وشحن لاسلكي، منها التصميم من رايي افضل في الاس 7 برضو، لكن البي 9 بلس هيتفوق في حاجات كتير، منها الاداء. من رايي الاداء هيبقى احسن لان التاتش ويز اتقل بكتير من واجهه الهواوي اللي مش اليو اي. برضو البي 9 بلس بيبقى افضل في البطاريه، لكن ايا كان الموبايل اللي هتاخده فيهم يعني موبايل كويس جدا ما تقلقش يعني. اخر سؤال على البيج بتاع الفيس هيكون من احمد الدالي، بيقول لي موبايل نوكيا 6 بكام لما ينزل مصر؟ طيب احمد، هو الموبايل لسه مش عارفين اصلا هينزل بشكل عالمي ولا لا، فلسه ما نعرفش طبعا اي حاجه عن سعره لما ينزل مصر او سعره حتى عالميا يعني. هو تقريبا لو عاوز تعرف عنه تفاصيل اكتر هسيب لك فيديو برضو كنت متكلم عنه فيه في الاي اللي هتظهر على اليمين دي. طبعا الدنيا بتشتي فانا هفصل وافتح تاني تمام، وهجاوب بقى على شويه اسئله، هحاول اجاوب على شويه اسئله من على اليوتيوب. اول سؤال على اليوتيوب هيكون من عبد الرحمن السيد، بيقول لي ايه الاحسن، الشاومي ريدمي نوت 3 ولا اللينوفو كي 6 نوت؟ طيب بص يا عبد الرحمن، موبايلين فعلا احسن من بعض، لكن من رايي الشاومي هيكون احسن عشان طبعا المعالج اللي فيه، لكن الشاومي من رايي قدم شويه يعني، من زمان قوي واحنا بنرشح للموبايل ده لان هو فعلا احسن موبايل، ومفيش شركه اللي هو فاهم يعني نزلوا بقى موبايل احسن منه يعني. المفروض الشركات يعني تعرف بقى ده اكتر مبيعات، اعمل موبايل زيه على الاقل حتى يكون نازل في 2017 موبايل بنفس المواصفات حتى، لكن مفيش بصراحه موبايل لسه نزل لحد دلوقتي. لكن الى حد ما الكي 6 موبايل كويس، لكن بصراحه من رايي بفضل لك الشاومي ريدمي نوت 3 او النوت 3 برو. السؤال اللي بعده من ريد ديفل، بيقول لي اللعبه روعه وشكرا على الفيديو، بس سؤال هي لازم بنت ولا لا؟ هو طبعا بيتكلم على الفيديو بتاع البيس 2017. هسيب لكم هسيب لكم الفيديو في الاي اللي هتظهر على اليمين دي. تعبت جدا في الفيديو ده، هيعجبكم جدا تدخلوا شوفوه يعني. جاوب على سؤالك، اللعبه فعلا بتحتاج نت، ومش هينفع يعني ما فيهاش بافرنج ان انت مثلا تشغلها بنت وتطلع بره تلعبها، لا لازم نت ايا كان باقه بقى او واي فاي، لازم نت، ما ينفعش تلعبها من غير نت يعني. السؤال اللي بعده من اكيل عباس، اتمنى يعني اكون قلت الاسم صح، انا مش عارف اقرا الاسم بصراحه، هيظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي، انا اسف جدا يا معلم بس انا فعلا مش عارف انطق الاسم. بيقول لي لو سمحت ايهما افضل، الواوي ميت 8 ولا الوان بلس 3؟ الوان بلس 3. يا دي السكه الطاجين ارديحي لا مؤاخذه. من رايي ممكن في ناس تقول لك شاشه اكبر، بطاريه اكبر، مش عارف ايه، لكن الوان بلس بصراحه تميز سوفت وير، طبعا اسرع، رامات اكبر، البروسيسور اعلى، الواجهه افضل بكتير، التصميم من رايي افضل، شحن سريع، شحن خرافي مش سريع بس، ويو اس بي سي، وطبعا عندك بطاريه برضو الى حد ما كويسه يعني. طيب اظن كده بنكتفي بهذا القدر من الاسئله النهارده. طبعا انا قبل ما اختم نعم فندم. قبل ما اقفل الفيديو بشكرك جدا على الدعم اللي انتوا بتقدموه لي، وصلنا امبارح تقريبا 7000 سبسكرايبرز، فبشكركم كلكم بصراحه على الدعم. والله مهما شكرتكم طبعا مش هوفي اللي انتوا بتعملوه معايا، بس يعني كلمه شكرا تكفي يعني. وبس اكيد اللايك والشير بقى والسبسكرايب والحاجات دي مش هوصيكم يعني. وبس بشكر كل اللي شاف الفيديو للاخر.